ازاي بستخدم الذكاء الصناعي وتحديدا جوجل نوت بوك ال ام علشان يساعدني اني استوعب كتاب بقراه. بدخل على نوت بوك ال ام دوت جوجل دوت كوم، وبعدين ببدا ان انا ادخل اعمل create new notebook، وبعدين عندي هنا اختيارين. الاختيار الاولاني ان انا اعمل ابلود للسورس لو كان عندي بي دي اف فايل مثلا، او ان انا اعمل discover sources، وده اللي انا هاخده لان انا ما عنديش نسخه بي دي اف، انا عندي الكتاب كهارد كوبي عادي. وبعدين ببدا في السيرش بكتب الاسم بتاع الكتاب، وبعدين بضغط على السهم ده علشان يبدا هو يعمل الريسيرش بتاعته. بيديني اختيارات بختار منهم اللي انا عايزاه، فانا هختار البي دي اف وبعدين هعمل امبورت. بعد كده هبدا من على اليمين ان انا عندي اختيارات ان انا اعمل كويز يعمل لي اسئله واجابات عليه، او يعمل لي فلاش كاردز، او يعمل لي مايند ماب، او انه يحول له لاوديو اوفر فيو اسمعه. مش بيقرا كتاب، هو بيديني زي ملخصات لكتاب، او يتعمل لي فيديو اوفر فيو اللي هو زي بودكاست كده ما بينهم وبين بعض. في الجزئيه اللي في النص تحت ممكن تكلمه انت عايز ايه. فانا هنا مثلا بقول له انا قريت الشابتر 1 وعايزه اتناقش فيه معاه، يعني تقدر تكتب له انت عايز ايه بالظبط منه. ودي كانت الطريقه اللي انا بستخدم فيها الذكاء الصناعي عشان اقدر ان انا استوعب كتاب اكتر من المعتاد ان انا مجرد ان انا اقرا كتاب واقفل.